أنا اسمي ماجد ماهر، وأنا نازل يوم الجمعة اللي جاية بعد صلاة الجمعة ميدان التحرير علشان أقول لأ للتعديلات الدستورية. وبدعو كل المصريين إن هم ينزلوا معايا ومع شباب كتير واعي سياسيا ومثقف وفاهم برضه بيقولوا لأ للتعديلات الدستورية. طب إحنا ليه بنقول لأ للتعديلات الدستورية؟ إحنا بنقول لأ لسببين مهمين جدا. السبب الأولاني هو إن الدستور المصري دستور سنة 1971 قد سقط بالفعل وفقد شرعيته تماما بنسبة 100%. ليه؟ لأن الدستور المصري سقط على الأقل 3 مرات إن ما كانش أكتر. المرة الأولى لما خرجت جموع الشعب المصري بالملايين يوم 25 ويوم 28 يناير ولمدة 18 يوم متصلة بتقول كلمة واحدة: الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. لما المصريين اللي هم الطرف الأصيل في صياغة العقد الاجتماعي اللي هو الدستور يقولوا إن إحنا بنرفض هذا النظام السياسي، إذن النظام السياسي لابد أن يسقط. ولما النظام السياسي يسقط تسقط معه بالتبعية الصياغة القانونية له، لأن الدستور ما هو إلا صياغة قانونية مكتوبة للنظام السياسي. فإذا سقط النظام السياسي سقط الدستور. وبأن النظام السياسي المصري نظام حسني مبارك سقط، إذن الدستور المصري بتاع 71 سقط معه. ده نمرة 1. نمرة 2، الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل ما يرحل الحكم أسند سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا في حد ذاته خروج على الشرعية الدستورية، لأنه لا توجد مادة واحدة في الدستور المصري تجيز لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته للقوات المسلحة. لكن الدستور المصري بيقول إيه؟ بيقول لو الرئيس توفى أو تغيب أو تنحى أو أي حاجة يفوض صلاحياته إلى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وما أنه الرئيس المصري خرج على الشرعية الدستورية، إذن هو أسقط الدستور للمرة الثانية بالإجراء ده. نمرة 3، لما المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تعطيل العمل بالدستور المصري، نقول كمان لا توجد أي مادة في الدستور المصري تجيز تعطيل العمل به، وبناء عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خرج على الدستورية الشرعية وخرج على الدستور المصري، وبالتالي هو أسقط الدستور المصري للمرة الثالثة. يعني بالبلدي كده الدستور مش بس سقط، ده سقط وسقط وسقط لغاية ما تفشفش وتكسر تماما. طيب لما هو دستور ساقط ودستور غير شرعي بنعدله ليه؟ يعني ايه اروح اعدل دستور الشعب اسقطه؟ ما هو الشعب خلاص قال احنا مش عايزين الدستور ده، ازاي اروح اعدله؟ ده كلام مش منطقي بالمره وغير دستوري وغير شرعي وغير مفهوم. فده نمره 1. نمره 2 هي انه الدستور ده اصلا بتاع 71 مصمم لتكريس فكره حكم الفرد. يعني هو فيه عشرات المواد اللي بتقول او بتدي صلاحيات مطلقه ولا نهائيه لرئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه فيه يمتلك كميه من الصلاحيات رهيبه. هو الرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، هو الرئيس الاعلى لجهاز الشرطه، هو الرئيس لكل حاجات مهمه في البلد، ويحل البرلمان ويصدر قرارات بقوه القانون ويعين ويفصل مدنيين وعسكريين، يعني عنده ويعلن الطوارئ و عنده صلاحيات رهيبه جدا. صحيح انه ال6 المواد دول عالجت بعض الصلاحيات دي، لكن ما زال هناك صلاحيات كثيره ممنوحه لرئيس الجمهوريه بتهدد فكره الديمقراطيه. ليه بتهدد فكره الديمقراطيه؟ لان الديمقراطيه هي حكم الاغلبيه، حكم الشعب للشعب، حكم الشعب لنفسه. لما احنا نجيب فرد ايا كانت سلطه ايا كان منصبه اللي هو رئيس الجمهوريه ونديله كل السلطات ونقول له انت تعمل كل حاجه، يبقى ما فيش ديمقراطيه. الديمقراطية ان احنا نشارك في صناعة القرار، ان احنا نحكم نفسينا بنفسينا. لما واحد بس يمتلك كل الصلاحيات يبقى احنا ما بنحكمش نفسينا ولا حاجة، تبقى ديمقراطية مزيفة زي اللي احنا كنا عايشين فيه. يبقى وجود هذا الدستور بيهدد فكرة الديمقراطية من الاساس، ويهدد كل مكتسبات الثورة. علشان كده ايمانا مننا بمبادئ الثورة، ايمانا مننا بالمطالب المشروع للثورة، بنقول لا للتعديلات الدستورية. مش بس كده، ده اخلاصنا والتزامنا بدماء اخواتنا اللي ماتوا، اللي شفناهم قدام عينينا وماتوا واتجرحوا قدام العالم كله، يلزمنا النهارده ان احنا ما نفرطش في دمهم. انا مسؤول وحضرتك مسؤول وحضرتك مسؤولة ان اخواتي واخواتك المصريين الشباب الصغير الجميل اللي خرج بعزم وفتح صدره للرصاص ومات عشان انا وانتي وانا وانت نعيش احرار. الناس اللي ماتت دي ماتوا عشان احنا نعيش احرار، ما ينفعش نفرط في دمهم، ما ينفعش نقول خلاص مش مهم اي حاجة عشان نعدي وخلاص.
الدستور ده بيكرس حكم الفرد، لو سبناه ممكن الرئيس اللي جاي ينقلب على الثوره ويستغل صلاحياته ضد الحريات وضد كل المكتسبات اللي احنا كسبناها. علشان كده لازم نقول لا للتعديلات الدستوريه. انا نازل يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه ميدان التحرير اقول لا للتعديلات الدستوريه، اقول لا للترقيع. مش هرقع دستور قديم، مش هرقع دستور بيكرس حكم الفرد. انا عايز دستور جديد، انا بطالب بدستور جديد، وهي دي مطالب الثوره. يجي واحد يسالني طب نعمل كده ازاي؟ باختصار وببساطه، المستشار هشام البسطويسي اللي قاد معركه استقلال القضاء هو المستشار المحترم احمد مكي سنه 2005 عمل حاجه اسمها اعلان مبادئ دستوريه. ده عباره عن اعلان صغير فيه 15 او 14 ماده تحديدا، بيقول شويه مبادئ اساسيه في الدستور زي احترام الحقوق والحريات العامه والى اخره. بنعمل هذا الاعلان، وبدل ما نروح نستفتي على دستور فاقد للشرعيه ودستور الشعب اسقطه، نروح نعمل استفتاء على هذا الاعلان البسيط اللي مكون من 14 ماده. وبعدين يحصل حاجه اسمها مجلس رئاسي. المجلس الرئاسي مكون من شخصيه عسكريه ومن شخصيتين مدنيتين. المجلس الرئاسي يقعد في السلطه لمده سنه، خلال هذه السنه يتم انتخاب جمعيه تاسيسيه تضم 100 عضو او 200 عضو ممثلين لكافه اطياف المجتمع، وممثلين ايضا للقضاء واساتذه القانون الدستوري الوطنيين المشهود لهم بالكفاءه والوطنيه. يقعدوا مع بعض ويصيغوا لنا دستور جديد ويطرح على الرأي العام، ويبقى عندنا فترة كويسة محترمة 6 شهور على الأقل، مش 3-4 أيام نناقش فيها هذا الدستور ونقول لا احنا موافقين على ده، لا مش موافقين على ده، ونتجادل ونوصل إلى أفضل صياغة ونكتب دستور جديد للبلاد كما طلبت الثورة. وبعد كده في الآخر ننتخب رئيس جديد على أساس الدستور الجديد، ثم ننتخب برلمان جديد على أساس الدستور الجديد. هي دي السيناريو، او هو ده السيناريو اللي رسمته القوى الوطنية. 1 اعلان دستوري او اعلان مبادئ دستورية. 2 مجلس رئاسي يضم شخصية عسكرية وشخصيتين مدنيتين. 3 تأسيس او انتخاب جمعية تأسيسية عشان تكتب دستور جديد للبلاد. 4 انتخابات رئاسة. 5 انتخابات برلمانية. غير كده يبقى احنا بنراهن على مكتسبات الثورة، يبقى احنا بنفرط في دم الشهداء. انا مش هفرط في دم الشهداء، انا بدعوك تنزل معايا يوم الجمعة اللي جاية نقول لا للترقيع، مش هنرقع، عايزين دستور جديد.